عمرك دخلت مكان قعدة صحاب أو ميتنج في الشغل وحسيت إنك حرفيا شفاف؟ بتتكلم محدش بيسمعك، بتهزر محدش بيضحك، ولما بتغيب محدش بيسأل عليك؟ حاسس إنك بتعمل كل حاجة في الدنيا صح، طيب، محترم، ما بتدوس لحد على طرف، بتيجي على نفسك عشان ترضي اللي حواليك، بس في النهاية المحصلة صفر. هيبتك مضروبة، حقك دايما مهضوم، والناس بتعاملك على إنك مضمون ومفيش منك قلق. لو ده بيحصل معاك فالمشكلة هنا مش في حظك ولا في إن الناس وحشة، المشكلة للأسف فيك انت. في شوية عادات وتصرفات يومية بنعملها بحسن نية او من باب العشم والجدعنة، بس هي في الحقيقة بتمسك استيكة وبتمسح كرامتنا وهبدتنا قدام الناس من غير ما نحس. تصرفات بتدي للناس اشارة خضراء انهم يقللوا مننا ويتعاملوا معانا كأننا درجة تانية. لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو ده عشان خوارزميات اليوتيوب تفهم اننا بنقدم محتوى يستاهل ويتقترح لغيرك. عملت؟ كوبايه قهوتك بقى وركز معايا في كل كلمه هقولها. اول واخطر عاده بتدمر هيبتك وبتخليك تبان اضعف خلق الله هي انك تكون مكنه اعتذارات ماشيه على الارض. تلاقي واحد داس على رجلك في المترو فتقول له انا اسف، الجاسون جاب لك الاكل بارد او الطلب غلط اصلا فتقول له معلش انا اسف جدا ممكن تبدله. بتسال مديرك على حاجه في صميم شغلك تقول له انا اسف اني بزعجك. انت بتعتذر ليه وعلى ايه؟ انت خايف من ايه بالظبط؟ علم النفس بيقول ان الشخص اللي بيعتذر كتير ومن غير اي داعي حقيقي هو شخص بيهرب من المواجهه وعنده احساس داخلي متأصل انه دايما عبء على اللي حواليه، كأنه بيعتذر للناس انه بيتنفس نفس الاكسجين بتاعهم. كلمة اسف دي كلمة تقيلة وغالية جدا، ولما بتتقال في مكانها الصح وقت ما تغلط بجد بتكبرك وبتدل على نضجك، بس لما بتستخدمها كلبانة في بقك مع كل حركة وكل نفس انت بتبعت رسالة للعقل الباطن بتاع اللي قدامك بتقول له انا شخص ضعيف ماليش قيمة ووجودي مضايقكم وانا اللي دايما غلطان. الناس بالفطرة ما بتحترمش الشخص اللي بيعتذر عن مجرد وجوده، بيبداوا يشوفوه حيطة مايلة وسهل جدا يركبوه الغلط في اي مشكلة حتى لو ملوش ذنب. من النهاردة وفر كلمة اسف للغلطات الكبيرة بس. لو اتأخرت على حد بسبب الزحمة بدل ما تدخل عليه موطي راسك وتقول له انا اسف جدا اني اتأخرت وطلعت عينك، ادخل فارد طولك وقول له شكرا جدا على صبرك وانك استنتني. قلب الموقف لصالحك، حسسه بقيمته من غير ما تقلل من قيمتك، وخلي لكلمتك وزن. تاني عادة معانا هي متلازمة الشخص اللطيف بزيادة او البيبل بليزر، الشخص اللي لسانه ما بيعرفش ينطق كلمة لا لأي حد في أي وقت. تكون راجع من شغلك طالع عينك ومش قادر تقف على رجلك وتلاقي صاحبك بيكلمك تنزل معاه مشوار ملوش أي لازمة فتنزل عشان ما يزعلش. مديرك يرمي عليك شغل زميلك اللي مكبر دماغه فتسهر تعمله عشان تبان الموظف المثالي. النتيجة إيه؟ النتيجة إنك بتبقى ممسحة لكل اللي حواليك وطاقتك وصحتك بيخلصوا على الفاضي ومحدش بيقدر ده. خليني أقولك حقيقة صادمة وممكن تزعلك شوية، اللي دايما متاح دايما رخيص. قانون العرض والطلب ما بيمشيش بس في سوق الخضار والاقتصاد، ده بيمشي في العلاقات الإنسانية بالملي. لما تكون دايما موافق وموجود وبتيجي على وقتك وفلوسك وراحتك عشان خاطر الناس مش هيعملوا لك تمثال في الميدان. الناس هتشوفك حاجة مضمونة ومتاحة ببلاش، ومفيش حد بيحترم أو بيقدر الحاجة المضمونة اللي ملهاش شروط. لما بتقول للناس على حساب نفسك انت في الحقيقة بتقول لا لنفسك ولراحتك وكرامتك. قول لا دي عضلة محتاج تمرنها كل يوم. لا مش هقدر انزل النهاردة عشان محتاج افصل. لا مش هقدر اسلفك المبلغ ده عشان عندي التزامات. لا مش هعمل الشغل ده لانه ببساطة مش بتاعي. بمجرد ما تبدأ ترسم حدود وتعود الناس ان كلمة لا موجودة في قاموسك هتبدأ تشوف نظرة احترام ورهبة في عيونهم، لانهم هيعرفوا ان وقتك ومجهودك ليهم تمن وغاليين عليك. تالت مصيبة بتقلل منك جدا وبتخليك تبان شخص تافه هي الاوفر شيرنج، او انك تكون كتاب مفتوح بزيادة عن اللزوم. تقعد في مواصلة او على القهوة مع حد لسه عارفه من نص ساعة تلاقيك حكيت له قصة كفاحك ومشاكلك مع مراتك وتفاصيل مرتبك اللي ما بيكفيش ومين خانك ومين نصب عليك. انت متخيل انك كده بتبني علاقة قوية بسرعة او بتبان شخص صريح وشفاف ونيتك سالكة؟ للأسف انت بتبان شخص ساذج مندفع وما عندكش اي تحكم في كلامك ومحتاج اي حد يطبطب عليك. الغموض جزء أساسي من الجاذبية وجزء لا يتجزأ من الكرامة والهيبة. الشخص اللي بيكب كل أسراره وتفاصيل حياته وعيوبه قدام الناس بيسهل عليهم جدا إنهم يحكموا عليه ويستقلوه، وممكن جدا يستخدموا النقط دي ضده بعدين ويعايروه بيها لما تحصل أي مشكلة. السوشيال ميديا كمان كبرت الكارثة دي، ما بقاش في حاجة اسمها خصوصية. كل تفصيلة في يومك بتنزل ستوري وكل خناقة بتنزل في بوست تلميح. ده مش بيجيب تعاطف، ده بيجيب استهزاء. احتفظ بجزء كبير من حياتك لنفسك. مش لازم كل الناس تعرف انت بتفكر في ايه او بتعاني من ايه او ناوي على ايه بكره. لما الناس تحس ان في حاجات لسه ما يعرفوهاش عنك وانك صندوق
صندوق مقفول مش اي حد يفتحه، ده بيخلق مساحة من الاحترام والفضول. انما لما تحط كل كروتك على الترابيزة من اول دقيقة، اللعبة بتخلص وبتبقى شخص مكشوف وممل ومستباح. نيجي بقى للعادة الرابعة واللي بتنسف الكرامة من جذورها وبتخلي شكلك وحش جدا وبتكسر النفس: التلزق العاطفي ومطاردة الناس اللي بتديك ظهرها. تبعت رسالة على الواتساب تلاقي علامتين الصح الزرق نوروا ومفيش رد، فتبعت تاني وتالت وتكتب ايه يا عم ما بتردش ليه؟ شخص كان قريب منك وبدأ يعاملك ببرود ويسحب نفسه، فتفضل تجري وراه وتسأله انت زعلان مني في حاجة؟ طب انا عملت ايه ضايقك؟ طب فهمني. يقرر ينسحب من حياتك فتمسك فيه بايديك واسنانك كأن اكسجين الحياة هيتقطع لو هو مشي. اكبر اهانة ممكن تقدمها لنفسك وابشع طريقة تدمر بيها كرامتك هي انك تحاول تثبت لحد انه محتاجك في حياته، او انك تتحايل على بني ادم عشان يفضل معاك ويحبك. العلاقات الانسانية عاملة زي لعبة التنس، ضربة منك وضربة منه، خطوة منك وخطوة منه. لو انت اللي عمال تجري في الملعب كله وتضرب الكورة وتروح تجيبها وتضربها تاني لوحدك، انت ما بتلعبش، انت بتهين نفسك. الشخص اللي بيطارد حد مش عايزه بيبان يائس ملهوف وما عندوش حياة ولا بدائل، وده بيخلي الطرف التاني ينفر منه اكتر ويشوفه عبء تقيل وملزق. كرامتك لازم تكون اغلى من اي علاقة واغلى من اي بني ادم مهما كان. اللي يقرر يفتح الباب ويمشي، افتح له الباب على اخره، شاور له وادعي له بالتوفيق وقفل وراه. عدم رد فعلك وتجاهلك وانسحابك بهدوء تام هو اقوى واعظم رد يحفظ هيبتك، ويعرف اللي قدامك انك ما بتقفش على حد وان غيابه زي وجوده ما بيفرقش. خامس عادة بتخليك تافه جدا ومسخرة القعدة هي انك تسمح للناس تقلل منك بحجة الهزار. تلاقي واحد صاحبك وسط الشلة يحب يعمل نمرة عشان يضحك الناس، فيرمي عليك إفيه سخيف او يتريق على لبسك او شكلك او طريقة كلامك او حتى مرتبك، ولما يلاقيك سكت او وشك اتغير يقولك يا عم انت قافوش ليه؟ احنا بنهزر، كبر مخك يا عم، خليك فريش. والمصيبة الاكبر انك ممكن تضغط على نفسك وتضحك معاهم وتجاري السخافة دي عشان ما تبانش نكدي وبوظت القعدة، مع انك من جواك بتغلي ومقهور وحاسس بكسرة نفس. اسمعني كويس وركز في الكلمتين دول: الهزار اللي بيلمس كرامتك او بيقلل من قيمتك قدام الناس او بيخليك مادة للسخرية، ده مش هزار، ده قلة ادب متغلفة بضحك وتجربة للحدود بتاعتك بيشوفوك هتقبل لحد فين. ولما انت بتسكت او بتشارك في الضحك ده، انت بتديهم تصريح رسمي وختم نسر وفيزا مفتوحة انهم يمسحوا بكرامتك الارض كل ما يحبوا يسلوا نفسهم او يحسوا انهم احسن منك. مش لازم تعمل خناقة وتقلب الترابيزة وتزعق وتبقى دراما كوين، الموضوع ابسط من كده بكتير. نظرة عين حادة وسكوت تام لمدة 5 ثواني وانت بتبصله من فوق لتحت، او رد قاطع وثابت وبارد زي على فكرة الهزار ده ما بيضحكنيش ويا ريت الاسلوب ده ما يتكررش تاني. الجملة دي كفيلة انها تخرس اي حد وتكهرب القعدة وتعرفه انك مش مادة للسخرية وانك خط احمر. الناس بتعاملنا بالطريقة اللي احنا بنسمح لهم بيها، فلو انت ما رسمتش خط احمر واضح هيعتبروك الحيطة المايلة والملطشة بتاعتهم. اخر عادة معانا النهاردة وممكن تكون بتعملها بحسن نية، فاكر انك كده متواضع ودمك خفيف وقريب للقلب، هي انك تتريق على نفسك كتير وتعمل من نفسك نكتة. تقعد في وسط الناس تقول انا اصلا حظي فقر من يومي، انا غبي وبصمجي في المواضيع دي، انا شكلي يسد النفس، اصلا مين هيبصلي، انا نحس وكل ما ادخل مشروع بيبوظ. بتعمل كده عشان تضحكهم او تكسر التلج او تبان انك مش مغرور. انت فاكر انك كده لذيذ وبتتهزر، بس نفسيا انت بتدمر صورتك قدام نفسك وقدام الناس بالبطيء وبتبني صورة سلبية لنفسك. العقل الباطن يا جماعة ما بيفهمش النكتة ولا بيعرف يفرق بين الهزار والجد. العقل الباطن بيصدق الكلام اللي انت بتكرره له وبيتصرف على اساسه. ولما الناس بتسمعك بتقلل من نفسك وتجلد ذاتك وتتريق عليها باستمرار، بيبدأوا يشوفوك فعلا زي ما انت بتوصف نفسك. بيقولوا في سرهم ما هو لو كان شايف نفسه كويس او ليه قيمة ما كانش قال كده على نفسه. التواضع عمره ما كان معناه انك تهين نفسك او تلغي انجازاتك او تطلع نفسك قليل القيمة. البولياتشو في السيرك بيضحك الناس جدا، بس محدش بياخده بجد ومحدش بيحترمه بره الخيمة. تقدر تكون خفيف الظل وتضحك الناس بمواقف حصلت في الدنيا او بتعليق ذكي على موقف عام من غير ما تكون انت شخصيا المسخرة او النكتة بتاعت القعدة. احترم نفسك في كلامك عنها قدام الناس وفي سرك، لان لو انت ما احترمتش نفسك وشفتها كبيرة مستحيل تجبر حد غريب انه يحترمك. في النهاية الكرامة مش انك تمشي تتخانق مع دبان وشك، ولا انك تتعالى على الناس وتشوف نفسك احسن منهم وتتكبر عليهم. الكرامة هي انك تعرف قيمة نفسك كويس قوي، تحط حدود صحية ومريحة ليك وتقفل الباب في وش اي تصرف او بني ادم بيهينك او بيقلل منك حتى لو كان من اقرب الناس ليك. الكرامة انك ما تقبلش تكون درجة تانية ولا متاح طول الوقت ولا مادة للسخرية.
ال6 عادات دول لو ركزت فيهم وقدرت تبطلهم، بوعدك ان نظرة الناس ليك هتتغير 180 درجة، وهتبدأ تشوف التقدير والرهبة في عيونهم. والأهم من كل ده، نظرتك انت لنفسك هترجع فيها الثقة والهيبة والرضا. لو حسيت ان الفيديو ده لمس معاك في نقطة او فكرك بموقف حصل لك قريب او زمان، انزل تحت في الكومنتات واكتب لي رأيك، وقولي بكل صراحة ايه اكتر عادة من ال6 دول اكتشفت انك بتعملها وناوي تاخد قرار تبطلها من النهاردة. هل تحبوا اعمل لكم حلقة تانية اركز فيها على ازاي ترد على الاهانات المبطنة، او ازاي تبني كاريزما وتخلي حضورك طاغي في اي مكان تدخله؟ سيب لي رأيك في التعليقات. ما تنساش اللايك والشير مع اي حد حاسس انه محتاج يسمع الكلام ده، واشوفكم في الفيديو الجاي.